كان ممكن يسدد، اتعملت بينيه من ميدو، كان متحرك كويس قوي مؤمن زكريا. مره ثانيه حلوه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف رائع رائع رائع. صالح جمعه قلت لحضراتكم من بدايه اللقاء هو افضل لعيبه النادي الاهلي في التمرير واستلامه والثقه في نفسه. صالح جمعه بيحرز هدف ولا اروع من كده. صالح جمعه في الدقيقه 16 هدف رائع رائع رائع. يا سلام يا ولد، صوتنا بيعلى مع الحاجه الحلوه والاهداف الجميله. صالح جمعه هدف للنادي الاهلي في الدقيقه 16. السلام على العرضيه، صبر رحيل راجل ايه ما فكرش، وش رجله في الزاويه البعيده. حلوه يا ولد، حلوه حلوه حلوه، هدف رائع صالح جمعه. حلوه يا ولد، ما يقدرش يعمل لها حاجه محمد ابو جبل. يا سلام يا ولد، شوفوا رايحه في حته صعبه جدا، حته صعبه جدا جدا على ابو جبل. يعني الراجل في اول ربع ساعه متالق وماشي كويس جدا في الملعب. صالح جمعه حته صعبه جدا جدا على ابو جبل. يعني الراجل في اول ربع ساعه متالق وماشي كويس جدا في الملعب. صالح جمعه كره اماميه، ادي خطا مره ثانيه من خط الظهر على حدود خط 18. رؤوف حلوه ما فيهاش تسلل، لسه فيها خطوره. وهدف التعادل، هدف التعادل. لسه بقول لكم اخطاء خط الظهر قاتله، اخطاء قاتله. الراجل لو تتعاد مره ثانيه، اخطاء خط الظهر قاتله، اخطاء قاتله. الراجل لو تتعاد مره ثانيه، الراجل سندها له هنا وفيها خطا من خط ظهر النادي الاهلي في الدقيقه 25. هدف لمصلحه سموحه. كره اتلعبت والراجل حطها كده بمنتهى السهوله للمهاجم احمد رؤوف. اللي بقول لحضراتكم الهدافين المميزين. ادي اتعادت الكره هنا، بصوا اول ما طلعت ما فيهاش اي حاجه. اسلام محارب، اسلام محارب هو صاحب الهدف. اسلام محارب هدف في الدقيقه 25. صالح جمعه هدف النادي الاهلي كان في الدقيقه 16. لعبهم، ادي التمريره مره ثانيه. استلام كويس تحت ضغط عمرو جمال، يحطها ناحيه الشمال. صبر رحيل، صبري يحطها ناحيه الشمال لمؤمن زكريا. ممكن يلعب عرضيه حلوه، هدف ثاني، هدف ثاني. يا سلام يا ولد يا مؤمن، مؤمن زكريا وهدف وحطها في الجول. الراجل خدع ابو جبل وعمل انه يلعبها بالعرض يحطها بماركه اهداف ابو تريكه لما كان موجود مع النادي الاهلي. تتذكروا هدفه في بطوله افريقيا في مرمى السودان مع منتخب مصر، حطها ببطن رجليه بنفس الكره كده بالظبط، ومؤمن بيحطها في الزاويه الضيقه. الراجل خدع الحارس مؤمن زكريا وبيحرز هدف ثاني في الدقيقه 32. السلام يا ولد، اتحرك كويس جدا واتعملت له من البدايه من صبر رحيل اللي بقول لحضراتكم عامل مباراه كويسه وخدع الكل. الراجل حطها ببطن رجله ويخدع هنا ابو جبل. هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن هنا ابو جبل، هدف ثاني لمصلحه النادي الاهلي. مؤمن زكريا في الدقيقه 32. اتحرك كويس جدا 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 مؤمن زكريا. سعد سمير ضاغط فريق سموحه على حدود خط 18. المنوفي طولت منه الكوره. صبر رحيل عامل برضه مباراه كويسه دفاعيه هجوميه لغايه دلوقتي. صبر رحيل من بدايه اللقاء رغم عدم مشاركاته في الفترات الاخيره. كره اتردت في وسط الملعب. صالح جمعه يحطها في مساحه، هيلحق عمرو جمال ما فيهاش تسلل. عمرو جمال مكمل الناحيه الثانيه. مؤمن وليد سليمان تمريره حلوه حلوه حلوه. الراجل لو وقع يبقى فيها ضربه جزاء، لكن هدف ثالث، هدف ثالث. يا سلام يا ولد، ده صالح جمعه، صالح جمعه الهدف الثاني ليه مع النادي الاهلي والهدف الثالث للنادي الاهلي. صالح جمعه وبيأكد الراجل بيقول انا لعيب كبير ولعيب كويس كتيرة، لكن رؤية الأجهزة الفنية هي اللي شايفة كده. 3 النادي الأهلي سموحة 1. صالح جمعة هدف في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. حرك كويس جدا 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 كابتن حسام بيقوم. صالح جمعة هدف تاني اتعملت حلوة. يا سلام يا وليد يا سليمان. وليد سليمان الراجل هنا لو لمس رجله فيها ضربة جزاء، لكن حطها ببطن رجله في الجول عشان يبقى هدف ثالث للنادي الأهلي. صالح جمعة هدف في الدقيقة 70. خدها لنفسه كويس جدا وفكر يحطها مرة واحدة، والراجل حاول هنا خط ظهر سموحة لكن هدف. ودي فرحة جماهير النادي الأهلي. حسام حسن في وسط 4 5 6 لعيبة لوحده. حسام عايز يعدي، اتلعبت له في مساحة. حسام حسن فيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء واضحة تماما، واضحة تماما، رغم ان كان في 3 4 لعيبة مكملين مع الراجل. يعني الراجل حط رجله كده. شوف بقى مؤمن ولا مين، تعبت حلوة من البداية.
تمريرة حسام حسن كان من البداية، ادي تعبت حلوة من البداية. تمريرة حسام حسن كان من البداية، ادي تمريرة حمص، ادي مؤمن زكريا الراجل دخل معاه جوه ال 18. ادي هنا لمست رجله اليمين فيها عرقله وفيها ضرب جزاء، واحنا بنتكلم وشفناها قلنا ضرب جزاء سليمه وقرار سليم من محمود عاشور. ادي الراجل خد رجله اليمين وعرقله رغم ان مؤمن داخل جوه ال 18. سموحه كابتن الفرقه 3 أهداف مع فريق سموحه. كان احرز هدف في الشرقيه وفي المصري والاسماعيلي السيد فريد. السيد فريد في مواجهه ضرب جزاء. السيد فريد والهدف الثاني، الهدف الثاني لفريق سموحه. السيد فريد ده من ضرب جزاء. مباراه تحلو في الوقت المتبقي، قلت لحضراتكم المباراه لسه فيها اجوال. دقيقه 77. ادي هنا محمد الشناوي ياخد الشاره كده ان محمد ابو جبل ركنيه لعبها وليد سليمان على القائم الاول المره الثانيه. هدف رابع، ده لسه بقول لكم خطا، لسه ما كملناش 30 ثانيه وهدف رابع لرامي ربيعه. هدف رابع على القائم، رامي ربيعه هدف رابع لرامي على القائم الاول، والراجل بدون اي رقابه موجوده من خط الظهر لوحده تماما، ويعني مرتين اتكررت. يعني لازم يتعلم بقى هنا كمان حارس المرمى ابو جبل، لكن خط الظهر ما اتعلمش من الخطا اللي قبليها، وبيحرز رامي ربيعه هدف في الدقيقه 89. شوفوا هنا بقى حضراتكم مشاهدينا لوحده تماما، الراجل ولا بدون اي رقابه من خط الظهر ولا حارس المرمى، كانه بيلعبها ولو حطها بصدره هتيجي جول، بدماغه جول، بظهره هتيجي جول، ايا كان بدون رقابه من حارس المرمى ولا خط الظهر. رامي ربيعه في الدقيقه 89 4 أهداف النادي الاهلي، هدفين سموحه.